شاطر يلا تعالى. خد تعالى يلا شاطر. خد تعالى كسبر. تعالى يلا شاطر. تعالى يلا شاطر. برافو كسبر. تعالى يلا خد. تعالى يلا شاطر خد. لا تعالى. تعالى يلا شاطر كسبر. برافو. تعالى يلا شاطر خد. شاطر. تعالى يلا خد. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو ازاي تحمي كلبك في فتره الرطوبه العاليه دي من سموم الحشرات ولدغات جميع الحشرات، والسموم دي ما تبقاش عرضه لكلبك لمرض البابيزيا، اللي انت تحمي كلبك من جميع السموم الحشرات، والسموم دي ما تعملوش مشكله تؤدي الى مرض البابيزيا، المرض المميت او الموت المفاجئ للكلاب. كل ده هنتكلم عنه النهارده. يا ريت لو انت اول مره تشوفني يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت اول واحد كل جديد احنا بننزله، ويا ريت يا جماعه نكتر من اللايكات عشان الفيديو ينتشر بسرعه ودعمكم معانا. ويلا نكمل. برافو شاطر كسبر. شاطر. طبعا كسبر يا جماعه ده الكلب الملين والشربوني، لسه 6 شهور، لسه زغلول صغير ان شاء الله بامر الله. كلب من الممنوعات، هيكون حاجه كويسه جدا في مستوى الملينو. كلب الحمد لله بفضل ربنا مواصفاته كويسه جدا، وهندربه مع بعضنا. هو مش متدرب اي حاجه خالص ولسه قلقان ومش عارف ايه ومش واخد الثقه. تعالى خد كسبر. شاطر كسبر. شاطر. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه هنعمل حلقات، سلسله حلقات لكسبر بالتدريب بتاعه الطاعه والحراسه والاوامر كلها ان شاء الله امر مع بعض. نخش في حلقتنا النهارده. اقعد يلا شاطر. هنخش في حلقتنا النهارده تمام. هنتكلم عن حقنه هنديها لكلبك او هتجيبها وتديها لكلبك تمام، وهتكون الحقنه دي بمثابه الرحمه او المحافظه على الكلب بتاعك من جميع لدغات الحشرات او سموم الحشرات اثناء ما بتمسك في جسم الكلب. وطبعا الحشرات دي تعالى كسبر خد. طبعا الحشرات دي يا جماعه بتعمل مشكله كبيره جدا، بتؤدي الى ارتفاع في درجات الحراره وخمول للكلب، وبتؤدي الى مشكله افظع وهي مشكله البابيزيا او مرض البابيزيا بيجي للكلب. وطبعا المشكله دي بتيجي نتيجه الحشرات، القراد، البرغوث، الامل، الكلام ده كله لما بتبقى مؤثره على الدم، لان اي حشرات يا جماعه بتمص في الدم، يعني بتاكل في الدم، بتتغذى على الدم. طبعا ما دام ما تتغذى على الدم تبقى الاصابه بتاعه المرض بتبقى سريعه جدا وبتبقى نشطه على طول. وبالشرط يا جماعه اللي يكون عندي مثلا مجموعه حشرات في الكلب، اقول ده كده لا، ممكن تكون حشره واحده من ضمن 10 حشرات هي اللي تجيب وتكون حامله للمرض البابيزيا او مرض البابيزيا، هي اللي تخلي الكلب يجيله مرض بابيزيا. طبعا مرض البابيزيا ده يا جماعه مرض مميت وعاوز فيلم كده علشان، وعايز حلقه مخصصه لوحده. تعالى كسبر خد عشان نقول لك علاجه ايه ومرض البابيزيا ايه. الحمد لله بفضل ربنا هنقول لك في الايام الجايه ان شاء الله امر الله وفي الفيديوهات الجايه. طيب ايه الحقنه النهارده اللي معانا؟ ركز معايا علشان تبقى عارف. طيب الحقنه هي عباره عن حقنه بيطريه او بيطريه او من محلات البيطري، مش من الصيدليه البشري او اي حاجه. اي مكتب بيطري جنبك او اي خدمه بيطريه جنبك من او اي مكتب بيبيع ادوات علاجات للحيوانات الاليفه او الطيور او الغنم والحاجات دي كلها بيبقى عنده الحقنه دي. الحقنه دي اسمها ايه؟ حقنه عباره عن حقنه دوكتوماكس. ركز معايا، دوكتوماكس تمام. الحقنه دي يا جماعه بتتاخد 1 سم لكل 16 كيلو جرام من وزن الكلب. 1 سم لكل 16 كيلو جرام من وزن الكلب. يعني لو الكلب عندك 16 كيلو هتديله 1 سم، الكلب عندك 32 كيلو هتديله 2 سم، الكلب عندك 25 هتديله سنتي ونص. طيب بتتاخد فين يا ابو مصطفى؟ بتتاخد في العضل بتاعه الكلب. معلومه العضل بتاعه الكلب دي ناس قليلين جدا اللي يعرفوا الدوكتوماكس اللي هو بيتاخد في العضل. طبعا الناس كلها فاكره اللي حقن الحشرات او حقن المحافظه على الحشرات بتتاخد تحت الجلد. طبعا لا، وما تجيبش حاجه اسمها الافوماك. تمام كده يا جماعه؟ تعالى يا شاطر خد تعالى. تمام كده يا جماعه. وهنقول في الفيديوهات الجايه هو نازل مصمم يتاخد في العضل ليه.
حقنه الدوكتوماكس 1 سم بتتاخد زي ما قلنا لكل وزن 16 جرام كيلو جرام من وزن الكلب. انت برضو بنظرتك بقى وكده تعرف تحدد الوزن بتاع الكلب بتاعك تقريبا، يعني بتشيل الكلب وتقريبا بتشيله ما بين ايديك وتقريبا بتقول مثلا ده وزنه قد ايه. تمام. وبتدي ل1 سم معاه في نفس السرنجه اللي انت هتجيبها من عند بتاع البيطري، العلاج البيطري ده هتجيب بقى من الصيدليه البشري امبول اسمه ليفا بايون. هتجيب امبول اسمه ليفا بايون او امبول بيكوم او امبول بيكوزيما او اي امبول ب 12 فيتامين ب 12 بتخلطه مع السنتي او الحقنه اللي انت جبتها اللي هي الدوكتوماكس بقى، سواء جبت سنتي او 2 سنتي او على حسب وزن الكلب. بتجيب الحقنه اللي انت جبتها من عند البيطري دي وبتضيف عليها الامبول في نفس السرنجه وبتديها في العضله بتاعه الكلب. وان شاء الله بامر الله قريب لما نيجي ندي جرعات حشرات للكلاب عندنا برضو هنصور لكم التصوير الفعلي قدامكم ان شاء الله. يبقى عرفنا النهارده الحقنه اللي هي ان شاء الله بامر الله بتحمي كلبك من الحشرات. يعني لو عندك حشرات في الكلب بتدي الحقنه دي. طب الحقنه دي يا جماعه بتموت الحشرات؟ مش بتموت الحشرات، مفيش حقنه بتموت الحشرات الا حاجه تانية، غسول بقى ورش وحاجات وهنقول لكم عليها في الفيديوهات الجايه. انما احنا دلوقتي عايزين نحافظ على الكلب من الحشرات، من تسمم الدم، من التسمم عشان ما يجروش مرض البابيزيا. هو الحقنه دي يا جماعه بتعمل جدار عازل في ظهر الكلب او من جسم الكلب من فوق من الحشره، بتخلي الحشره ملهاش فاعليه تامه في التسمم. يعني حتى لو هي موجوده ملهاش فاعليه لان هو اثر عليها. هي ممكن تكون حيه بس ميته، يعني ممكن تكون حيه بس لسه ايه بتتحرك، بس بتتحرك ملهاش فاعليه ملهاش دور. ده اللي احنا عايزينه. حقن الدوكتوماكس كده. طب حقن الافوماك نفس النظام بس مضره للكلب بقى. الافوماك مضر للكلب. مفيش حقن يا جماعه حشرات بيموت الحشره بتاعت الكلب، لا هو بيعمل جدار عازل للحشره علشان الحشره ما تسممش وتبقى شغاله على تسمم الدم بتاع الكلب. تمام كده يا جماعه؟ يعني فعاليه الحقنه اللي هي تعمل جدار عازل اللي هي ما بينها وما بين الحشره علشان ما تخليش الحشره تبقى شغاله بنفس الكفاءه بتاعتها وتسمم الكلب يبقى عرضه لمرض البابيزيا. حقنه الدوكتوماكس. تمام كده يا جماعه؟ وحقنه الدوكتوماكس امنه للحوامل. لو انت عندك كلب حامل وعايز تديها حقنه الدوكتوماكس اديها بس بعد ما تعدي الشهر. بعد ما تعدي الشهر. تمام؟ بس السنتي بقى هنا بقى في الحوامل لوزن 32 كيلو. السنتي للحوامل لوزن قول 30 كيلو او عشان ما يبقى الرقم معاك معلوم. الوزن للحوامل 30 كيلو او 25 كيلو، يعني في الحدود دي 25 او 30 كيلو السنتي الواحد بالنسبه للحوامل. انما بالنسبه للكلاب العاديه من دون حوامل اللي هو الذكور او النتايات لسه مش حوامل الوزن 16 كيلو للسنتي الواحد. وبيتاخد في العضل مع ملازمه حقنه فيتامين ب 12 في نفس السرنجه وتتاخد في نفس العضل. تمام كده يا جماعه؟ يا رب يكون معلومه وضحت ويا رب يكون الدنيا كويسه معاكم. يا رب ما حدش يشوف حاجه عنده وحشه. واحذروا يا جماعه من اي حشرات لان موسم القراد لسه زي ما هو شغال ولسه بكثره، هيهجم بكثره في الايام الجايه دي كمان، لان ده اللي يعتبر اواخر الموسم بتاع القراد. طبعا بينتشر بكثره كبيره جدا وبعد كده بيختفي بقى، بيخش تدريجيا بيختفي في فصل الشتاء. تمام كده يا جماعه؟ اي حد عايز اي حاجه او اي استفسار او اي تعليق او اي حاجه اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك بحلقه ان شاء الله. تحياتي للجميع واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.